لو قلت لك دلوقتي هخليك تعمل مشروع قهوة يخليك تحقق ملايين، هتقول لي قهوة تاني يا عم رائد؟ الدنيا كلها مليانة قهاوي. قهوة تاني؟ قهوة تاني يا عم رائد؟ مشروع قهوة؟ الدنيا كلها بقت مليانة مشاريع قهاوي. لا، النهارده بقى انا هقول لك فكرة جديدة يا حبيب عم رائد عن القهوة. انا قلت لك قبل كده لما تيجي تعمل مشروع اعمل مشروع مختلف عن اي حد. القصة بتاع النهارده لواحد اسمه مايكل فيدين. قبل ما اقول لك على الفكرة هقول لك على حاجة مهمة قوي. مايكل ده كان شغال في شركة كوكاكولا، وكان بيقابل رياضيين كتير، وكان دايما بيلاقي معاهم قهوة. كان دايما بيسألهم اشمعنى قهوة؟ كان ردهم دايما ان هي بتخليهم نشيطين طول اليوم، وده كان بيخليه يسألهم سؤال تاني رخم قوي مايك: هي القهوة دي اي براند؟ كان ردهم ان هي قهوة عادية من محلات القهوة. من هنا جات لمايك الفكرة، قال لك ليه ما اعملش براند قهوة للرياضيين بس، قهوة تكون بكالوري اقل وسكر اقل. عشان كده طور براند اسمه ثرون سبورت كوفي، فيه 40% سكر اقل من المنافسين. الخلاصة يا ابني منتج عادي اهو كل الناس عارفاه، وفي 500 واحد بيعملوه، بس بيعملوه بالطريقة التقليدية. بس في واحد فكر وخده في حتة تانية، عمله لناس مختلفة. انت كمان ممكن تعمل منتج قهوة، بس بدل ما هتعملوه الراضيين بقى هتعملوه للستات او للستات الحوامل. بس اهم حاجه ما تبقاش زي كل الناس. وتابعني لو عايز تسمع قصص لناس حقيقيين نجحوا عشان تنجح زيهم.